هنعمل فطيرة طاقية السلطان. فطيرة سهلة جميلة جدا ولذيذة، خفيفة وسهلة جدا اهي. بصوا الفطيرة، بصوا طراوتها، بصوا طرية ازاي، بصوا طبعا لسه سخنة. بصوا اهي، بصوا حلوة ازاي، ببريوش جميل جدا، سهل وبسيط خالص. بصوا ايه رأيكم فيها؟ حاجة كده تحفة بصراحة، فطيرة طاقية السلطان. دلوقتي هنجهز العجينة بتاعتنا. عندنا نص كوباية مية، عندنا نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، البيضة هناخد البياض بتاعها ونشيل الصفار، هنحط رشة فانيليا، نقلب، عندنا معلقتين خميرة ونقلب، 5 معالق سكر، عندنا بقى 3 كوبايات دقيق ونص، هننزل واحدة واحدة نقلب كده. نبتدي بقى نعجن العجين بايدينا اهو. عجينة سهلة وبسيطة خالص، العجينة ناعمة وحلوة قوي معانا. هنقسم بقى العجين كده بالنص تقريبا كده بالويم، هنخليهم كده قد بعض اهي. العجينة بتاعتنا بصوا ناعمة وطرية ازاي. هنمسك بقى العجينة التانية بتاعتنا، معلقة ونص كاكاو، ونحط مكعب زبدة، ونبتدي بقى ايه نعجن كده ايه كله في بعضه. مكعب الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. على فكرة ولو ما فيش زبدة ممكن بشوية زيت عادي جدا. هنعجنها كده، هتتعبنا شوية في الأول قبل ما تتجانس كلها، بس بعد كده هتشتغل معانا. ادي العجينة بتاعتنا خلاص كده. نجيب بقى العجينة البيضة، هنحط عليها هي كمان مكعب زبدة، عجنة كده في بعضها، الزبدة فيها بتبقى جميلة، وهنسيبهم بقى يتخمروا. ادي العجينة بتاعتنا هنغطيها، هنسيبها تتخمر، هنسيبها ساعة الا ربع مثلا علشان تتخمر. هنرش كده رشة دقيق، هنجيب العجينة بتاعتنا نرش عليها كده رشة دقيق، وهنا بصوا العجينة يا جماعة، بصوا طرية وحلوة ازاي. نحط عليها كده رشة دقيق، هنبتدي بقى نفردها، هنبتدي بقى نفرد كده بالفرادة على اساس ان احنا نسويهم يبقوا كده مستطيلات قد بعضها. نفرد العجينة التانية، عايزين نفرد مستطيلين قد بعض، نحاول ان احنا كده ايه نفردهم كده قد بعض بالظبط. هنشيل بقى المستطيل اهو، نحطه على التاني اهو. بصوا اهو قد بعض. هنحشي بقى اي حشو عندنا يا جماعه. عندنا بقى شوكولاته اهي ريحناها، عندكم بقى شويه مكسرات، شويه سوداني مجروش، شوكولاته بيضه، زي ما انتوا عايزين. في بقى عندي موزايه، انا بحب قوي احط الموز في المعجنات اهي. موزايه هرستها وفردتها، هنبتدي بقى نبرمها اهي كده اهي. بصوا طريه وحلوه جدا اهي اهو. هنجيب بقى عندنا السكينه او القطاعه بتاعتنا، الحاجه اللي احنا بنقطع بيها، وهنبتدي نعمل شرايط كده اهي. بصوا هنضفر ازاي اهو. هنبتدي بقى نضفر كده، نعملها بقى كده كلها كده ضفاير اهو. بصوا اهي واحده واحده كده نضفر. هنكمل بقى برم كده اهي كده. بصوا اهي هنمسكها نلفها كده. جبنا بقى الصينيه بتاعتنا بطناها بالزيت والدقيق، دي مقاس 24، ممكن نجيب مقاس 22، ممكن نجيب مقاس 20، اللي عندي انا 24 فهعمل فيها اهي. ادي طاقية السلطان بتاعتنا كده احنا خلصناها. المفروض ان احنا هنركنها شويه علشان تتخمر. المره اللي فاتت اخدت مننا ساعه الا ربع، المره دي هنركنها برده شويه تانيين حلوين كده في مكان دافع علشان تتخمر كويس. عندنا بقى صفار البيضه اللي احنا كنا شايلينه، هنحط عليه معلقتين كده لبن، رشه فانيليا عشان ما يبقاش فيه خوف من اي زفاره. وادي طاقية السلطان بتاعتنا بعد ما خمرناها ساعه كمان، لان هي كل ما تتخمر اكتر كل ما تبقى احسن. هنبتدي بقى ايه ندهنها كده. الدهنه دي بتخليها وشها يتحمر كده بسرعه وتبقى حلوه كده معانا. دهنه كويسه تخلي لونها حلو قوي لما تطلع من الفرن. وكده خلاص الفطيره بتاعتنا خلاص خلصت وطلعت. اول ما تطلع بقى ندهنها، انا عندي شويه زبده هدهن بيه وشها علشان وشها يطرى ويفضل حلو ما يبقاش ناشف معانا. هنركنها بس 5 دقايق وبعدين نقطعها. فطيره سهله خالص. بصوا طراوتها، بصوا طريه ازاي، بصوا طلعت ازاي. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، واشوفكم على خير
بفيديو جديد.